اهلا بيكم في سيزون 2 في الحلقه الثانيه من دماغ تربو. النهارده معانا متسابقين هنتعرف عليهم وهنبتدي نسالهم ونشوف مين هيكسب معانا الفاوتشر. نبدا باول متسابق. طاهر. اياد موسى. اياد. وهبه. ومازن. وابراهيم. فيلا بينا نبدا اول سؤال. اهلا بيكم في دماغ تربو. هنا اللعب على ضغط البار، 5 متسابقين و4 جولات وواحد بس هو اللي يكسب. اربطوا الحزام ودوسوا بنزين ويلا نشرح التحدي. الراوند الاولى سرعه الاسئله، 18 سؤال نار من الاسهل للاصعب، ومعاك 10 ثواني بس لكل سؤال، واسرع واحد على الجرس هو اللي هيجاوب. جاهزين؟ يلا نبتدي ونشوف مين هيودعنا من اول راوند. متوترين ولا عادي؟ عادي جدا. عادي. طب يلا بينا. طيب اعظم سبورتس كار في تاريخ العربيات بورش 911 اخر جنريشن فيها اير كولد. انا انت. 997. للاسف غلط. 993. يا سيدي يا سيدي. مين فيكم بيحب الفورمولا 1؟ اكيد. طاهر واياد بس انتوا ما بتحبوش فورمولا 1؟ والباقي كله مالوش في الفورمولا 1. لسه اكزوتيك بس يعني فاهم كلاسيكيات. ماشي اوكي. اخر سباق في الفورمولا 1 كان في افريقيا سنه 93. ماشي؟ 93. حد عارف بقى كان فين في افريقيا؟ ايه؟ جنوب افريقيا. ايه بقى؟ ايوه ده مع انه ما كانش انترستد في الفورمولا 1 بس ما شاء الله. بس ادي يا باشا. حلو. طيب ما اكيد مش مصري يعني. السؤال اللي جاي ده على الافلام، وانا بحب بصراحه النوع ده من الاسئله. احنا عايزين نعرف العربيه اللي كانت موجوده في فيلم بيبي درايفر. سوبارو مين اللي ده الاول؟ انا سوبارو اي ار اكس حاجه كده. الموضوع ابسط من كده. لا هو ممكن. لا سوبارو امبريزا بس النسخه صح. كفايه ايدينا على الجرس. العربيه الوحيده قبل ما اقول السؤال ده فيه اكسترا بوينت بعد ما تجاوبوا السؤال لان السؤال سهل فاعتقد هتعرفوه. في اكسترا بوينت جزء تاني من السؤال. ماشي. العربيه الوحيده من فيراري اللي ما عليهاش لوجو فيراري. طاهر اللي ما عليهاش لوجو فيراري. اكيد بيلوتشي. لا انسحب. لا لوتشي عليها للاسف عليها لوجو فيراري. انسحب من السؤال. وبعدين تنسحب ازاي يعني؟ لازم فيراري ادينا. فيراري ايه؟ اديله اجابه صح. ايوه ادي. طب الاكسترا بوينت تعرف الكود بتاعها كان ايه؟ كان 246. يا سيدي يا سيدي. لا ده جامد قوي يا جماعه. ماشي جامد قوي. كلاسيكياته. حلو. ليكوا في الافلام ها؟ طب يلا بقى نستعد. في فيلم 6 اندر جراوند كان في عربيه مشهوره كده لونها اخضر، كان نوعها ايه؟ هو قول. ما انا مش فاكر اسمك ايه؟ مازن؟ كانت الكيو في الفا روميو جوليا كيو في. لا وجامد جامد. ماشي هنرجع تاني للتسعينات لفورمولا 1. معلش احنا تعبينك معانا. كان في منافسه قويه في كل السباقات بين 2 سائقين. حد عارف هم مين؟ مايكل شوماخر و انت بتكبل عليه يعني ولا ايه؟ ما كانتش كود الايرا بتاعته. لا مايكل مش مايكل غلط. لا غلط. اقول قول. انا عرفت شويه. ما انا هو شوماكر وسنه. لا قال لك مش شوماخر. يا جماعه سنة. طب ماشي ممكن سنه يا جماعه دي كانت مجزره. هو السؤال تاني كده. في دي فتره التسعينات في فورمولا 1 كان في سباق ما بين 2 بيبقوا مين هم. ده سباق بيبقى يعني اون فاير يعني. السيزون كله كان عمل حادثه وفي فيلم كان طالع في فيلم وكان عامل حادثه. جران توريزمو ده حاجه ثانيه. لا مش جران توريزمو. لا كان على فيلم تاني انا فاهمه. فهمت قصدي؟ ده جديد. لا نديهم هنت. نديهم هنت. ماشي. في سواق فيهم يعتبر اقوى موهبه في تاريخ الفورمولا 1 وهو برازيلي. صعبتها اكتر. انا حاسس انك صعبتها اكتر. كان برازيلي. سنة البرازيل. ايوه ده اللي قصدك عليه ولا قصدك؟ عايزين نعرف التاني مين. احسن حل بالنسبه لك تخرج بره F1 خالص. طب التاني فرنسي. مش هدي هنتات اكتر من كده. اسمه ايه الاسمراني
الاسمراني لويس هامilton يعني في التسعينات ولا ايه؟ لويس هامilton في التسعينات ازاي؟ بجد؟ في التسعينات يا ابني. التسعينات لويس هامilton ما كانش مين بقى في يعني كان التسعينات؟ لسه بيبي. طب يا جماعه للاسف محدش من المتسابقين عرف الاجابه، فلو حد عارف الاجابه يكتبها في الكومنتات. طيب هو سؤال عن الافلام. في فيلم قديم كده بتاع ستيف ايه؟ هو لحق استنى يقول انت عندك رد لا جاوب. حطيت نفسي في بوزيشن وحش قوي. ماينس قديم قد ايه يعني؟ فورد فيرسس فراري؟ لا جاوب انا؟ لا يعني حظك ان راوند هو ما فيهاش ماينس. طب كمل السؤال. ماشي. هو كمل السؤال بس انا عايز بقى الاجابه. ماشي. جابت ايه؟ كم اشهر مطارده في تاريخ السينما في العالم العربيتين ايه بقى؟ والموستنج بولت. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض يا جماعه. لا ده قوي قوي، قوي مازن قوي. يلا يا جدعان. ليكوا في الفراريز طبعا عارفين ال 458 اكيد. ليه بقى اتسمت 458؟ قول ايه 4000 سي سي في 8 تنفس طبيعي. عشان فور في حته لا عشان فور ترمز ل 4000 سي سي. 458 ايوه 458 انت جبتها اصلا يعني. جبت السؤال 458 500 500 سي سي 8 سلندر. ايوه ايوه صح. ماشي يا عم يلا سؤال كازيون يعني. السؤال اللي جاي ده انا شاكك انك انت اللي هتبقى عارفه كده يعني بنسبه 90%. انت في حد هنا بيحب مرسيدس قوي؟ اكيد اي حد. طيب هو الجيل الثاني من مرسيدس اس ال كان بيطلق عليه اسم مشهور جدا، ايه هو؟ يعني ايه ده اللي هو يمكن حد موجوده. اجابه صح. انا بقول لك انا متوقع منك انت صح. ما ده الجنريشن اللي قبليه بقى. هو معاه الجنريشن اللي بعده، هو معاه 107. لا والله ان شاء الله ان شاء الله. طب ماشي، ايدينا على الجرس. مش عايز مازن اللي يجاوبه بصراحه. سؤال سهل قوي. العربيه المرسيدس الاي كلاس في التسعينات كان ليها اسم مشهور قوي. الزلموك. يا ولد عارفين بقى لامبورجيني مرسيلاجو؟ ماشي. دي بقى نزلت بعد عربيه جامده جدا في لامبورجيني. بعديها نزلت عربيه جامده؟ لا هي نزلت بعد المرسيلاجو جت. نزلت بعد عربيه جامده. ايه بقى العربيه الجامده بقى اللي كانت قبل المرسيلاجو؟ استنى لامبورجيني. ما تقول عادي مش اقول هو عادي بفكر استنى هو قال ايه ديابلو. ايوه برافو صح. برافو معلش ماشي يا عم. كنت جاهز بيها. لا براحتك. خد دي هديه مننا برضه يا وهبه، حاجه على بورشه منك جايب التيشيرت يعني على بورشه 911. تمام. ايه اني جنريشن اللي نزل فيه الجي تي 3؟ وهبه اللي داس وهبه اول واحد داس صراحه. انتوا اول جنريشن للجي تي 3. ليكوا على الجرس عشان ممكن اول غلط. جنريشن للجي تي 3 97. يا ولد يا مازن. ايه هو اختصار كلمه دي ار اس؟ دي ار اس دايناميك شاسيه كنترول او حاجه كده. دي ار اس دراج ريدكشن سيستم. يا ولد يا ولد يا جامد. احنا عندنا سكور مرعب. لا وهبه الراوند دي ما شاء الله الشباب بتجاوب. انت فين يا ايما؟ موجود. ماشي. انتوا عارفين حلبة نيوربرينج؟ اكيد. ايه اسرع عربيه على حلبة نيوربرينج لحد دلوقتي؟ قول يلا. والله لحد دلوقتي مرسيدس بلاك لا سيريز. غلط. لا غلط. جي تي سي ار اس. غلط. لحد دلوقتي جي سي ار اس يا عم. يا عم ده لسه ورا. مش عربيه كهرباء. ممكن نركز. بنزين ولا كهرباء؟ لا اللي هيجاوب يدوس على الجرس. بي واي دي. لا مش عارف اسمها ايه. بيقول لك بي واي دي كهرباء سريعه. لا مش بي واي دي. لا احنا قلنا لحد دلوقتي حوالي هي 83 بورشه. إجابة غلط. ما احنا ندي هي بورشه. بورشه ايه بقى؟ تايكون توربو اس. ايه؟ تايكون توربو اس. لا يا عم مش كهرباء يا عم. هايبريد. ايه؟ هايبريد. ايوه. لا
هايبريد يا جماعه انا اديتكم هنت، انا يعتبر غششتكم. انا قلت لكم مش لازم تبقى برودكشن كار. برودكشن كار خالص. طبعا بقى للاسف ما حدش عارفها، فاللي يعرفها بقى يكتب في الكومنتس. السؤال ده مش محتاج تسرع، يعني اسمعوا السؤال للاخر قبل ما تدوسوا على الجرس. تمام. ايه اخر عربيه فيراري عملتها كانت ميد انجن استخدمت فيها تقنيه الجيتد مانيوال؟ وركزوا على موضوع ميد انجن ده. هو 430. يا ولد يا ولد يا فاهم، ايوه يا ولد يا فاهم. ناس جامده. جامد قوي عامل السؤال ده. وجاي لابس تيشيرت بورش وبتاع. قوي قوي. ايوه السؤال ده خلي بالك ليه 3 اجابات. دي حقيقه. اخر كونفرتبل جيتد مانيوال الفيراري كاليفورنيا، واخر في 12 جيتد مانيوال ال 599، واخر جيتد مانيوال ميد انجن الاف 430. فده راجل فاهم، وده موسوعه. ده راجل فاهم قوي. جامد جامد قوي. السؤال اللي جاي عندي ده حاجه لسه حاصله من قريب، فاعتقد بتحبوا فورمولا 1 او لا هتبقوا سمعتوا عنها يعني. مين اللي كسب لقب بطوله العالم السنه اللي فاتت سنه 2025؟ ده هو في موناكو، كان اسمه ايه؟ لا انا بتكلم على الورلد تشامبيون شيب كلها. مين؟ فيرستابن؟ ماكس فيرستابن. هو غلط. لويس هامilton. لا لويس هامilton. انت ايه هنفضل نقضيها ولا ايه؟ لا واحد من العيال الصغيره دي. يعني هو مش عيل صغير قوي بس موناكو. ما كسبش في موناكو. ما بغششكم يا جماعه، اعمل لكم التيشيرت اعمل ايه تاني؟ ماكلارين سينا. لا يا راجل. هم اثنين اصلا. سنة ايه ما بقولكش على العربيه. سايق من قبره بقى وسابق في موناكو، فاهم؟ حاول افتكر اساميهم. لا لكلير في فراري متهيألي. لاندو نوريس يا جماعه. لاندو. ما يا عشان كده جماعة. بسألك في موناكو ولا لا. معقول يا حد يحب ماكلارين خالص ما انا كده سألتك يعني؟ في موناكو وما ردتش عليا. مش موناكو، ما هو الورلد تشامبيون شيب. انا بتكلم على 24 سباق اللي كسب، اللي هو بتوتال السكور كسب ال 24 سباق. مش لاندو كسبها في موناكو برضه؟ لاندو لا، اخر سباق خالص بيبقى في ابو ظبي. اخر سباق كل سنه في شهر 12 بيبقى في ابو ظبي. فهو لاندو نوريس هو اللي كسب. في عالم بقى الفورمولا 1 عندنا لويس هامilton وشوماخر، الاثنين متعادلين في البطولات. كام بطوله بقى بالظبط؟ والله لا تدوس دوس اهدي. 26. ياه راجل بطولة عالم. سبعة. 7. ايوه يا اياد، ايوه يا صحي بقى، صحيت الحمد لله. كام باك يا اياد. يلا بينا. ده اخر سؤال في الراوند، وبصراحه سؤال هو حنين الى الماضي شويتين، على لعبه على نيد فور سبيد موست وانتد. تمام. في اول اللعبه كان في العربيه الام 3 الاي 46 كانت بتسابق عربيه تانية. ايه هي العربيه التانية؟ ايه ماكلارين. لا غلط. مين اللي طاهر سوبارو. لا غلط. يا جماعه انا هتحرق دمي وانا بعمل السؤال ده بجد. عيب يا أصل جماعة. يعني عيب. مفيش طفل طبيعي ما لعبش روز كونتنت. عشان مستحيل ادي هنت يا جماعه، لان هي عربيه معروفه جدا بالليفري اللي كان عليها النار. مستنج. يا سيدي اصحى بقى اصحى. كده احنا خلصنا راوند 1، وهنضطر نشوف السكور بتاع المتسابقين، وللاسف في حد هيودعنا، وبعد كده هنكمل لراوند 2. احنا دلوقتي معانا السكور، وللاسف في حد هيودعنا، فهنبتدي السكور من الاعلى لحد ما نوصل لاخر حد. فاول حد معانا، وبصراحه باين من كتر الاجابات اللي هو جاوبها، هو مازن. فمازن السكور بتاعه 8. وبعد كده اياد 4. تاني واحد برافو يا اياد. وتالت واحد هو وهبه. برافو وهبه. برافو وهبه. بعد كده ابراهيم السكور بتاعه 1 وما جازفش. بعد كده للاسف طاهر، رغم ان هو عنده نوليدج كويسه بس للاسف 0. شكرا. نورتنا طاهر. ده اخرة التسرع يا طاهر. ازاي انا ما دوستش على الجرس؟ انا كنت عارف الزلموكه دي، بس كنت متردد ما بين العيون والزلموكه. راوند 1 على عكس العاده الاسئله ما كانتش اسهل حاجه قوي، في نفس الوقت كواليتي المتسابقين كان باين قوي، وكان باين ان في ناس هتكمل وهتعافر، ومن نادر قوي ان احنا نبقى بادئين الابيسود ومش عارفين مين اللي هيطلع في اول راوند. الراوند الثانيه تحدي الصور. 12 صوره هيعرضهم الحكام، لكل صوره 20 ثانيه. ركز في التفاصيل، الحكام ممكن يدوك هنت يساعدك، بس القرار في ايدك. لو رنيت الجرس وجاوبت غلط هيتخصم منك بار من التربو بتاعك، ولو ما حدش رن الكل هيتخصم منه. وفي نهايه اللفه صاحب اقل نقط في الصوره التربو بتاعه هيفصل وهيودعنا. طيب يلا بينا نبتدي راوند 2. راوند 2 دي هي راوند الصور. انا حابب افكركم بس ان من اول الراوند دي اي حد بيجاوب غلط بياخد ماينس 1 بوينت، ولو كلكم ما جاوبتوش، عشان اللي هيشغل دماغه ويحاول يحافظ على البوينتس كلكم هتتماينسوا. فراوند 2 راوند صور، هنشوف صوره على الشاشه واللي يجاوب اسرع. اول صوره لشركه تعديل معروفه جدا للعربيه دي،
العربيه دي تعتبر احلى صوت عربيه في العالم بالنسبه لي برضو. هنشوف الصوره. بورش كاريرا جي تي برافوس. بورش جمبالا جي تي. بورش اسمه كاريرا جي تي جمبالا. جمبالا ليها اسم بقى الجمبالا دي، ما انا عارف انها جمبالا. ميكي. لا، الكاريرا جي تي الجمبالا كان ليها اسم بتعدلوا بيه. الجمبالا كان ليها اسم ايه بقى؟ جمبالا ايه؟ جمبالا جي تي. جمبالا حاجه جي تي، ايه هي؟ زنقك. ما هي جمبالا بتعمل كذا موديل، فالموديل بتاع الكاريرا الجي تي كان ليه اسم. جمبالا كاريرا جي تي. لا معرفش. اول ماينس هي جمبالا ميراج جي تي. عمال افكرك واقول لك في اسم مشهور بالنص. عشان في فيديو مشهور يا عم قوي، لا، واحدة كنت زرقاء تقول له عملت حادثة. فاكر الزرقاء بتاعت لندن بتاعت السعودي؟ ايوه كان هي دي. سكران وعمل حادثه بيها. انا ممكن كنت تقول له فندق دي اللي جت في عجيب دماغي على ومش عارف إيه طول. كده. انا نسيت ان اسمها هفتكرها. ميراج جي تي خالص. دي بقى شركه مشهوره قوي في تعديل العربيات، ماشي؟ لسه منتجه اول عربيه ليها برودكشن بقى، فاهم؟ دي بقى اسمها ايه بقى؟ ها؟ اسمها ايه؟ الفينا. هي برابس. هي برابس. ماينس هنا عندي اياد، يلا بسرعه. انا عارف ان دي اول عربيه. ايوه اول لبرابس. برودكشن كار مش عندهم. فاكر هي برافوس اسمها ايه بقى؟ برافوس ايه بقى؟ انا مش فاكر. ليه اسم دلع؟ يا راجل ده هم 4 حروف. هي مبنيه على استون مارتن. انا عارف إن هي استون مارتن اصلا. ايوه انا عارف بس إن احنا جوه- بنقول جوه ان كلها هي استون مارتن، بس هي برابس. مش برافوس فاكر. ايه بقى؟ 4 اسم دلع كده بتدلع بيه عبد الرحمن ولا حاجه. والله هو جاي من اسم دلع. لا، مستحيل اصلا انا عارف كل ده. اسم دلع. انا كنت لسه باعتها لاخويا. كنت لسه باعتها لاخويا. ايوه بنتريق الدلع إن من هي- عبده. بنتريق ان هي استون مارتن. ايوه هي يا عم، يعتبر اسم دلع ايه؟ خلي بالك لو بصيت جوه نفس والله الانترتينمنت. هتتماينس. عبده مين؟ على فكره اقول لك على حاجه، والله نفس فكره الحروف اللي انت قلتها بالظبط. والله اي ايه؟ بي تي. اي بي دي ايه؟ لا اي بي تي عم ده بس- اودي. ايش جاب اودي؟ ماينس تاني بس افتكر. بودو. بودو برافو. بودو برافوس بودو. العربيه اللي جايه ديت هي ليميتد اديشن، اتعمل منها 149 نسخه، وهي في 8 4000 سي سي توين توربو. وممكن مكلارين الفا. يا ولد يا ولد، قلت لك ربنا هيعوضك والله. ربك بيعوض. لعيب كبير. معلش يا جماعه انا بحب البراند قوي، فهي تاني صوره من نفس البراند. من نفس التيشيرت. اعظم سبورتس كار بالظبط نفس التيشيرت. اعظم سبورتس كار في التاريخ، واشهر حد بيعدل العربيه دي في العالم. انا عايز اسم الموديل كامل. بس ممكن اجيتها بوش 911. لا غلط. عايز اسم الموديل مش كامل؟ ار دبليو بي. لا مش ار دبليو بي يعني. سنجر. لا مش سنجر. سنجر ايه بقى؟ دي 964. لا ما هو سنجر ما بتشتغلش غير على شاسيه دي ال 964. اس. اسمها سنجر دي ال اس. لسه فلوت الهاوس عاملين عليها فيديو. يا ايوه جماعه انا هديله بوينت، انا اسف. بجد؟ ده جامد قوي يا جماعه. لا ده جامد قوي، هديله بجد؟ بوينت. ده جامد قوي يا جماعه بصراحه. لا هي دي ال اس توربو، بس انت أيوة. جامد ان انت جبت ان هي دي ال اس. ايوه. دي من اعظم العربيات في الدنيا. بس يلا ابتدي كده. البورش الجي تي 1. يا ولد رجع له البوينت اللي اتسحبت منه. دي ليميتد اديشن برضه، اتعمل منها 10 نسخ، وفي انت ممكن اقول لكم جنسيتها لو ما عرفتوش. لا ايه ده؟ ازاي؟ حرام عليك. والله العظيم بجد. دبليو موتورز. لا 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 اوعى. ابولو. عارف. ايوه. لا 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 مش دي الثانيه. لا 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 ايه؟ صح، صح. 110. ابولو اي. ابولو. صح ايوه ابولو. الالف عندنا يا سيدي. ماينس ده هو لازم. بول. فرقت يعني لولو من ابولو. الألف عندي يا سيدي. بقول له لا الالف. صح. هي أنت شبه تقول لا. قوي هو كان بيقول بولو. هو قال بولو. لا هو قال ابولو. بولو أي. بقول لك لا، ايه؟ هو كان اول لا لا بولو. بولو. جامد يا أوي. راجل. لا لا سمعتها اول مره لا بولو. لا لا بجد والله بس هو سمعتها. قال بولو أول مرة. لا. جامد بصراحه. انا قلت بولو فاستغربت يعني. بصوا يا جماعه العربيه اللي جايه دي بجد اللي بيفهم في العربيات بيشوفها يحس ان قلبه بيرفرف كده. هي عربيه، هي من اشهر عربيات الرالي في التاريخ، وعربيه حد كلنا بنحبه في مصر، متسابق قديم جدا. لانشا دلتا انتجريلا. يا ولد. لا العيال جامده. العيال جامده. جامدين قوي قوي. العيال جامده. دي بقى اول عربيه استخدمت نظام الدرافتنج، وفي نفس الوقت بقى ايه حاجه جامده. ما بتقفش في موقف، لا يعني شغل الصوره. تويوتا اي 86. يا ولد.
والله جامد. حلو حلو. لا رايق. انا قلت هينسى حرف الاي. لا فاهم؟ ده جامد ده جامد، انا عارف ان هو هيجي. فاهم؟ اصل ما حدش بيعرف عارفين ان دي اول عربيه حد عمل بيها دريفت في العالم، ها؟ هي دي بدايه الدريفت. اليابان اكيد. السؤال على عربيه ستيشن واجن. انتوا بتحبوا الستيشن واجنز؟ عامة ماليش غير في الفولفو اللي هي الستيشن واجن. ار اس 6 حلو. فولفو ار اس 6 كده كده. ار اس 6 ايكونيك كده كده. ماشي. العربيه ديت يعني اول محاوله لشركه بوجاتي انها تعمل ستيشن واجن. انا فاكر انا لسه باعتها لاخويا. انت اخوك ده الشات اللي بينكم وبين بعض ده مجنونين عربيات. يعني عاد ملوش في العربيات هيدخل مش هيتعلم. فاكر اسمها خالص بس كنا قاعدين بنتريق عليها. ايوه حاجه الحمد اجلي. لله فشلت. يا اجلي الحمد لله. انها فشلت. جالي بين. دي مش فاكر نزلت اسمها. يعني الار اس 6 تديها بالجزمه بصراحه بصراحه. ما تهيأليش انها انت نزلت اصلا شايف برودكشن صح؟ العربيات فين؟ لا نزلت الفتره دي برودكشن مش ممكن حاجه يعني شلل. ازاي مش فاكر اسمها خالص. عامله زي الفيراري اللطفي. فيراري اللطفي. يعني انا مش عارف ازود لكم انت بس هو يعني كده كده في ما هو ما فيهاش لا ادي الاسم بتاعها في رقم. ياه الرقم ده جاي من الانجن يعني برضه بس ده جزء من الاسم. 16 ماشي ايه بقى؟ ماشي كلهم يعني. جايب اسمها. بس في اسم اساسي لازم اللي هو يعني مش هينفع تقول لي مثلا ايوه لا طب ادي هنت او تشويسز. عندك حد choices؟ ناوي يروح كبش لا فدا؟ مفيش تشويسز هي حد ناوي يروح كبش فدا ويدوس على الجرس وينقذ صحابه من النيجاتيف؟ حد ينقذ يا جدعان. اسم هيكون اسم فرنساوي ما حدش هيجيبه يعني. عامة مش فرنساوي قوي برضه بجد يعني عادي ده في الشات فوق قوي يعني. كده عشان ما حدش عارف الاجابه فكله هيتماينس واللي يعرف الاجابه يكتبها في الكومنتس. ايدينا على الجرس عشان هي عربيه ايكونيك ومعروفه جدا، اكتر شركه الشباب بتحبها في العالم، وكان مسمينها في الخمسينات البابل كار. انا ماشي. انا شايف ان هي بي ام دبليو بس ايه بقى؟ ما بي ام دبليو ايه؟ مش فاكر. لسه بعتها لاخوك ولا ايه؟ لا ما بعتش الاشكال دي. ماشي يا دي نيجاتيف اول هنا. برودكشن كار اتعمل من بي ام دبليو صح؟ بي ام دبليو 6. يا ولد يا لعيب. يا ولد يا لعيب. العربيه اللي معايا دي مبنيه على موتور عربيه مشهوره قوي. موتور كونيكزاج. ايه؟ موتور كونيكزاج. صح. اسمها ايه بقى؟ اسم العربيه ايه؟ كيميرا كي 39. برافو عليك. ايوه طب ادي عايز اكسترا الموتور. بوينت على السؤال ده. على ده؟ ايه الموتور؟ ادي اكسترا بوينت. فهمت السؤال ها؟ العربيه دي اصلا ايه؟ لانشيا ستراتوس. ايوه جامد. لا ده مرعب في الكلاسيكس. ده اخر سؤال في راوند 2. العربيه ديت هي ليها اشهر شكل شكمان في البراند ده كله تمام، وهي معموله على هيكل المكلارين ال 570 اس. اياد ولا انت؟ عايز الشكمان؟ لا ما انا بقول لك علامه بتميزها بس انا عايز اسم العربيه العربيه. اسمها ايه؟ مكلارين ايه؟ مش دي 675 ال تي؟ 6 ايه؟ 675 لا مش 675 لا. ال تي دي. 720 اس. لا خالص 570 اس هي معموله على نفس هيكل ال 570 اس بس هي ايه؟ 650 اس. احنا جربنا كل حاجه. ممكن ادي هنت؟ ادي انت. لا بيوان. العربيه دي يا جماعه كانت مع ميشيل احد الله يرحمه قبل ما يموت بفطره، كانت معاه العربيه دي. ايوه مش هي 570 اس؟ هي الوحيده اللي دخلت مصر وكان لونها اورنج نفس اللون ده بس ما كانتش سبايدر. حاجه التي ايه ال تي بقى؟ 560 560 540. هموت منكم. انا على فكره الناس اللي بتحبش ماكلارين ومش فاهمه فيها دي انا بحب ماكلارين بس امال ايه؟ ده هو رقم 750 لين كده. 700 ال تي 600 500 دوس اللي عارف يدوس. 600 ال تي ايه؟ 600 ال تي. ال تي اخيرا الحمد لله حد جابها. كده احنا بقى خلصنا راوند 2 فهنبتدي بقى نشوف السكور. طبعا في ناس ماينس وفي ناس لحقت نفسها وجابت بوينتس ثانيه، فتعالى بقى نشوف السكور كده نشوف مين هيبقى هيودعنا من راوند 2 دي. ومنها كمان معانا بقى الراوند 3. راوند 3 دي صعبه جدا فركزوا بقى معايا. يلا بقى السكور بتاعنا جه راوند 2 اللي احنا بنحبها يعني، بتطلع ناس كتير قوي الراوند 2 دي يعني. فكل واحد بقى بعد الماينس ده كله بقى تفتكر كده مثلا وهبه جاب سكور كام مثلا؟ لا ما شاء الله على واحد. انا حاسس ان انا هبت كتير فنقصت. لا انت هبت كتير هبت صح. وجبت وكام باك ونزل وطلع وما اعرفش ايه. جامد الصراحه. انت اللي سخنت راوند انت اللي مسخنها اصلا يعني. انت جبت مش عارف يعني جاب 4
جبت 4 بوينتس. ماشي مازن انت جبت كام يا مازن؟ انا زعلان منك، ما بحبش حد يقعد ما يجاوبش دي ما خالص كانش فيها يعني. كلاسيكس دي، مش بيلعبها سيف، هو بس بيلعبها بص، سيف. قاعد كده بقى زي حد بيلعبها زميلنا سيف. كده كان عامل كده. يلا والله يرحمه. ماشي انت جبت يعني 8 بوينتس. فانا دلوقتي معايا اياد معايا ابراهيم، انتوا الاثنين قريبين قوي في السكور. مش عايز اقول لكم السكور بالماينس. بصراحه، مش عايز اقوله. ماشي بس احنا هنضطر ان احنا نسالك سؤال. دكتور جويش هيساله. ماشي هيسالك سؤال عشان نشوف مين هيكمل معانا ومين هيودعنا ماشي من غير ما اقول السكور كام. ماشي تمام. فيلا بقى يا دكتور جويش. طيب بما ان انتوا الاثنين متعادلين هسال سؤال سرعه، يعني اللي هيدوس على الجرس الاول. انا مش فعايزكم تكسروا الجرس لان السؤال بجد اللي هيعرفه هو الاسرع. ايه العربيه اللي جت بعد اللامبورجيني افنتادور؟ لامبورجيني ريفاليتو. يا ولد. كده بقى للاسف هيما هيودعنا. معلش يا هيما، ماشي. والله كان نفسنا نكمل معانا في راوند 4 و5 و6 وكل اللي انت عايزه. الحلقه الجايه بس بقى. خلاص كده يعني ان شاء الله يعني ربنا يوفقك. السؤال اللي اتضايقت عليه قوي الصراحه ما حدش عرفه بدري، السؤال بتاع المكلارن ال 600 ال تي، لان الشكمان بتاعها ايكونيك قوي. هي كان المفروض تتعرف اصلا اول ما الصوره تبان، فلقيت الناس قعدت متردده وقعدوا يقولوا اجابات غلط، فدي حاجه استغربتها جدا بصراحه. يعني كان نفسي وهبه الصراحه يكمل السؤال وياخد البوينت، بس هو بجد عامل افرت جامد قوي في راوند 2. في صور كتيره جت صعبه وهو جاوب على جزء كبير منها، بس للاسف ما عرفش ياخد بوينتس فيها عشان ما جاوبش الاجابه كامله. وصلنا لفقرة الحسم، جولة التحدي السريع. 4 أسئلة 4 حكام، والمنافسة ما فيهاش تراجع. السؤال الواحد ممكن يغير ترتيب المركز الأول. القوانين بسيطة وواضحة، قدام كل حكم سؤال واحد بس، يعني المجموع 4 أسئلة. السؤال عبارة عن ترتيب 4 عربيات، سواء من الأسرع للأبطأ، الأغلى للأرخص، أو حتى الأقدم للأحدث. الإجابة الصح هتدخل في رصيدك 4 نقط كاملة، لكن لو رنيت الجرس وجاوبت غلط الحماس بيقلب خسارة، و4 نقط هيتخصموا منك فورا. ركز وخد قرارك. التحدي بيبدأ دلوقتي. دلوقتي بقى احنا نبتدي راوند 3 عشان نصعبها اكتر. شلنا ترابيزه، شلنا جرس، كلكم بقى على الجرس اتخانقوا عليه، لان الراوند دي ب4 بوينت. اللي هيجاوب صح هيطلع 4 بوينت، واللي هيجاوب غلط هينزل 4 بوينت. ماشي يا مازن؟ بحب لا، انا الراوند دي، بس بقى الراوند دي بتطير، بحبها، بتبين مين اللي قلبه جامد. وهي ريسكي بصراحه حلوه قوي يعني. دي حقيقه. دلوقتي يا جماعه قدامكم 4 ليجندز عربيات مفيش حد بيختلف عليها. هنرتبهم من الاقدم للاجدد، فالصور هتبان دلوقتي. اول عربيه معانا هي المكلارن الاف 1، تاني عربيه معانا البوجاتي الفيرون، تالت عربيه معانا اللامبورجيني الديابلو، ورابع عربيه معانا حبيبه قلبي كاريرا جي تي. يا ديابلو. بعد كده ارجع بالصور، ارجع كمان بي 1 دي مش بي 1 دي اف 1. اف 1. ماشي تعالى كده الفيرون، كمان الكاريرا جي تي. عكست حاجه بس انا تاني. انا بوترك شويه عادي. انت قلت اول حاجه خالص ايه؟ ديابلو. تمام. بي 1 ماكلارين بي 1 اف 1. بتلخبط تاني. بعد كده فيرون، بعد كده الكاريرا جي تي، او الكاريرا جي تي بعد كده فيرون. اجابه صح يا جماعه. اجابه صح يا جماعه. ده طلع 4 بوينت. هو ما يعرفش السكور بتاعه كام. معانا بقى 4 عربيات وحوش، هنرتبهم بقى من اعلى في الهورس باور لحد ايه الاقل في الهورس باور. ماشي. معانا اول حاجه فيراري اف 80، معانا ريماك نيفيرا، كونيكسيج ياسكو، ولامبورجيني ريفوالتو. ماشي. ها من اعلى لاوطى، من اعلى الهورس باور لحد اقل الهورس باور. ماشي نرجع. 2000 هورس باور اعلى واحده، اوكي انزل واحده. هم؟ لا اعلى واحده 2000 هورس باور. ركز كويس. اعلى واحده هورس باور قلت ايه؟ 2000 للنيفيرا. ماشي ماشي. انتوا جايبين اسئله حاميه. 1000 ونص الكونيتزيج، بعدها الفراري، بعدها الريفولتو. يا جماعه ده قوي قوي يا جماعه. لا بجد ده قوي قوي يا جماعه. لا ده قوي 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 قوي. نط
وهبه الواد نط الواد نط يعني خلاص يا مازن. سلم عليه عشان هو سلم عليك وانت الواد نط نفسها مش حلوه. السؤال ده فيه عربيات بارقام خزعبليه يعني في مقدره ماني كوشبن والكولكترز وكده. احنا هنرتب الاربع عربيات دولت من الاغلى للارخص. ماشي. تمام. اول عربيه هي بوجاتي سنتوديتشي، وتاني واحده هي الباجاني هوايرا تريكولوري، وبعد كده الرولز رويس البوت تيل. بعد كده طب انت ما عرفتش اخر عربيه؟ كمل. ماشي. وبعد كده اللامبرجيني الفينينو رودستر. طيب بسم الله كده. اول واحده الرولز رويس كده ماشي. ارجع كده في الصور كمان. بعد كده بوجاتي. تمام. بعد كده كمان بعد كده الفينينو. صح اسمها ايه؟ قصدك اللامبرجيني فينينو رودستر. بعد كده كمان دي اخر واحده الباجاني هوايرا. ماشي. اتاكد من معلومتك لاخر مره ماشي عشان السؤال اديله فرصه. انا الصراحه لازم نسيب فرصه يا جماعه. دي 4 بوينتس وانت بطل طيب كده اول واحده الرولز رويس كده حلو. طيب تعالى كده كمان لا كده بعد كده فينينو. بعد كده كمان بعد كده البوجاتي. بعد كده الباجاني. انت كنت ماشي حلو في الاول. انت كنت مظبوط يا ابني. طيب استنى تاني اخر مره. لا ما انت كده خلاص بقى. كده خلاص مش هينفع. اخر مره مش هينفع. رولز رويس. بعد كده اللامبرجيني. بعد كده يا ابني انت كنت ماشي حلو. لا يا ابني انت مش هينفع. ادي فرصه لمازن بقى. قول يلا يا مازن. يلا. اغلى واحده هتبقى البوجاتي. بعد كده بس يا مازن. بس يا مازن. وصلت المرحله دي. ماينس هنا عندنا. وهبه مش عايز تحاول ثانيه. وهبه مش تاخد البوينتس لو ما دوستش بس مش هنقص. طب من اجل التجربه. يلا. رولز رويس بوت تيل، بعدها البوجاتي، بعدها الفانينو، بعدها الوايرا. طب ما انت قلت نفس الترتيب اللي هو نفس الترتيب يا ابن العيال. طيب يعني للاسف كانوا قريبين جدا وعكسوا ترتيب عربيه. هو الترتيب الصح هيبقى الرولز رويس البوت تيل، وبعد كده البوجاتي، وبعد كده الباجاني، واخر واحده هتبقى اللامبرجيني. بجد؟ ايوه انت كنت قريب قوي وكنت ماشي صح. عربيه حرام عليكم. ايوه بس انا عارف الفانينو دي انا بعشق ده ضايع الباجاني دي بالنسبه للباجاني. بس برضه لا بس انت يا جماعة. مشيت نفس الترتيب اللي هو مشي بيه، رغم انك انت نسيت بس عكست. وبعدين التري كولر دي غاليه قوي دي من اغلاهم اصلا بتاعت دي. ايوه كده احنا خلصنا راوند 3. هنشوف السكور بعد ما الناس اخذت ريسك، وفي ناس استفادت بالراوند، وفي ناس للاسف نقصت من الراوندات. هنشوف مين هيوصل معانا للفاينل. كده حد هيودع، فيلا بينا نشوف السكور. ودلوقتي جه وقت السكور، وبصراحه يعني الثلاث متسابقين حرام ان حد يطلع منهم، والثلاثه بصراحه عملوا انا بصراحه زعلان عملوا ابيسود عظيمه يعني. فاعلى واحد في المتسابقين هيبقى وهبه، وبعد كده مازن، وللاسف اياد. انا فخور بيك والله، انت وصلت الراوند قوي وكنت قريب منهم، بس يعني الحمد لله عظيمه الحمد لله والله. شكرا. برافو عليك يا على سنه كمان يعني. لا برافو عليك شاطر يا ربنا يوفقك يا اياد. شاطر يا اياد. طبعا انا عملت ريسك جدا لما رتبت العربيات من الاغلى للارخص، ولكن ما خدتش ريسك في اول مره لما رتبت العربيات من اقدم للاجدد، لان الحمد لله كنت عارف العربيات دي قبل كده وشفتها كتير، وكنت بحب العربيات دي، بحبها جدا، بالذات البورش كاريرا جي تي من عربياتي المفضله جدا. ومبسوط جدا النهارده شاركت مع دماغ تيربو، وان شاء الله باذن الله مش تبقى اخر مره. اياد ابهرني بصراحه جرأه، رغم ان هو عارف ان اللي هيجاوب غلط هيتماينس 4 بوينتس، بس على صغر سنه ان هو عنده الجراءه ده، ورتب الترتيب صح في اغلى العربيات، ولكنه خيش وبدل عربيتين ببعض. فبصراحه اداء مبهر منه يعني. وصلنا للضغط العالي الفاينل. اعرف 2 متسابقين وجها لوجه، ميكس من اسئله وصور وسرعه. وما تنسوش قانون الجرس عشان التربو بتاعه هيفضل مكمل لاخر لفه. تفتكر مين بطل الحلقه؟ طيب وكده وصلنا لراوند الفاينل بين اقوى 2 في الحلقه، مازن ووهبه. الراوند دي ميكس بين كل الحاجات اللي فاتت، وفي حاجه جديده. هو اول سؤال معانا، وهو ان احنا هنسمع صوت عربيه، وانتوا المفروض تخمنوا دي عربيه ايه. انا مش هديكوا اي هنت، احنا هنسمع الصوت دلوقتي.
هو في 10. ايه بقى العربيه؟ الفيراري 488 في 8. 2 ماينس عندك هنا. حد عايزين تسمعوا الصوت تاني وتحاولوا محاولة كمان؟ ممكن احاول تاني. اسمعوا الصوت تاني وبعد كده هديكوا انت قبل ما تدوسوا. يلا بينا نسمع الصوت تاني. اقول الهنت. هي اخر في 8 ناتشلي اسبريتد من الشركه. فيراري 458. اخر جامد يا اصل انا جماعه. عارف ايه في الحته دي يا راجل يعني النوت جامد. ده النوت باينه بتاعتها. فلات بلين كرانك. مش سامع يعني، سامع ان هي بترف بسرعه بس مش فاهم هي ايه. اللي معايا بقى ده اجمد صوت في العالم، بس هديكم انت واحد بس محدش يستعجل، ماشي؟ تركزوا في الترانسميشن، ماشي؟ يلا. حرام عليك. دي في 12 ده بيصرخ. لكس الاف ايه؟ الحمد لله على السلامه يا عم. الحمد لله على السلامه. ولد. ماشي. جامد قوي. طيب هنسمع برضو الصوت، بس انا ممكن اقول هنت قبليها ان العربيه ديت 4 سلندر توربو. خلاص يعني مش قادر تنقل. سي في تي. سي في تي. ها انا عايز اديهم هنت بس اما يعطلوا خالص. دي حاجه اولد سكول. لا هوندا سيفيك. ياه ازاي يعني وصلت سوبارو دبليو ار اكس. يا سيدي بقى. يا سيدي بقى. ده في كامباك هنا. لا 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 كامباك يا راجل ده مش طبيعي. السماعه مخبوشه. لا ده بعيد جدا بعيد جدا عن جو هوندا. دراع بايظ ده ما اللي مش في هينفع. الاول حسيتها من البرب اللي في الاول خالص. صح؟ لا يا عم الان ايكوال لانث هيدرز دي ده الصوت يعني مفيش صوت في الدنيا غير صوت السوبارو هو اللي كده. طيب نركز يا جماعه. العربيه اللي جايه دي مش هقول عليها هنتس اكتر من ان هي ايكون في الكونفرتبلز بتاعت الكلاسيكس. فنشوف الصوره واللي هيقول حرف ناقص مش هيتحسب له السؤال. نشوف الصوره. ادي هنت كمان جدعانه. انا عارف هي ايه. هي اغلى كونفرتبل في الكلاسيكس. وانا كده هنقص. يعني لو ما حدش فيكم جابوا انتوا الاثنين هتنقصوا كده كده. هنقصوا معايا بقى. فيراري 250 كاليفورنيا. لا 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 جامد 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 جامد. خد منك حلو منك. البوينت ماليش الكلاسيكس. على حلو طول منك. يعني. عايش. بس كنت تقول كاليفورنيا سبايدر يعني مش العربية. لازم ده انت عيل. ما هي الكوبيه كان جي تي او بقى. ماشي. العربيه دي مش عارف اقول عليها هنس، لان انت اول اصلا ما تشوفها هتعرفها. اول ما تقول اول ما عليها. تشوفها هتعرفها. مش هينفع اقول عليها هنت اصلا. 1404 سي. ولا ده جامد. هو على السرعه. لا لا العربية دي يا جدعان عيط مصر عليها. لسه مفيش في مصر. عيط عليها. في واحدة؟ في واحده في واحده ملاكي ماشيه 4000 كيلو. بيضة. هي اتباعت اصلا؟ عيط عليها دي والله. بتاعت صاحب لا لا ما عيط. بتعيط. مايك وهي واقفه. بتاع كلاب والدو. مش فاكر، ما سيت اعرفش. ستارز في الجراج بتاع سيت ستارز في 2015. طيب العربيه ديت من براند انا بعشقه بصراحه، وبحس ان البراند ده انا جدا، وبقت منتشره في مصر، وهي تحتسب من العربيات الالترا لاكجري يعني. يلا بينا. في الشو. بنتلي بنتيجا. لا 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 لا. بنتيجا. بنتيجة ايه؟ ازاي بنتيجا؟ بنتي مونسان. ايه؟ لا اله الا الله. ايه ده ايه يا ده؟ جماعه ايه ده السؤال المباشر. بنتلي فلاينج سبير. طب ما ندوس على بنتلي فلاينج سبير. صح يا جدعان، ده السؤال المباشر يا جدعان. الصوره الصورة مش بنتيجا خالص. الريزولوشن يا جماعة، بس مش بنتيجا، لا، لا. دي مش شبكه أيوة، بس هي بنتيجا. ماشي بس ايه؟ مش شبكه مش شبكة بنتيجا، وبعدين بنتيجا. باين ان في شنطه عربيه. ستريتش تريز. لا لا بس البنتيجا بص فاهمك، بس الرفرف اللي باين. ورا وبص أيوة. يعني بص في شنطه عربيه كمان ماشي. موجوده. هو ايه الفرق بين فلاينج سبارو والمونسان في الوش؟ مونسان بوكسي. مونسان ما بقتش بتنزل بتنزل اصلا. ايوه. مونسان ما بقتش بتنزل اصلا. اصلا؟ هي دي يعتبر السكسسور بتاعتها يعني. السؤال اللي جاي يعني ميكانيكا شويه.
الشركات عشان تقضي على ظاهره التوربو لاج، اكمل السؤال ماشي، عملوا حاجه جديده كده في التوربو تشارجرز شايفينها دلوقتي احنا طبعا في ال 911 التوربو اس اللي هي 992.2. الحاجه دي اسمها ايه اللي هم عملوها؟ electrified turbos. انت تحس الاجابه صح بصراحه. ثقته كمان وهو بيجاوب يعني، حتى لو الاجابه غلط فاهم انت اقتنعت يعني. السؤال ده كازيون ببلاش بس بسرعه بسرعه ماشي. لوجو بي ام دبليو في لونين الابيض ابيض وازرق. ايوه لا غيره بقى، بيرمزوا لايه؟ بيرمزوا لايه؟ بيرمزوا لايه؟ جايبين اللونين دول منين؟ ده سؤال يا اخي. يعني انت جاوبت بتاع التربو تشارجر وجاي على العلم؟ طيب جايين علم من ايه؟ اللون الابيض والازرق جايين من مش لون. من علم المانيا. لا سيبك من علم المانيا، انا بتكلم على علم دلوقتي. علم بلد. ولايه، علم ولايه ولايه في المانيا. توكيل بي ام دبليو اللي هنا كان اسمه ايه يا جماعه؟ يا عم يا راجل اتقل بقى. توكيل بيقول لك توكيل بي ام دبليو دبليو اللي كان هنا كان اسمه ايه؟ كان ليه اسم مشهور. كان ليه اسم كده. طب اختصار بي ام دبليو ايه؟ فايكشن موتورن. لا بافاريا. ايوه يا عم ايه يا جدع؟ هو يا جدع سؤال بافاريا. سؤال هنا على الكاوتش. احنا بنروح نشتري كاوتش دايما بنلاقي عليه حرف زي الدبليو والفي والواي. الحروف ديت بترمز لايه؟ التاير سبيد ليميتيشن. دي حقيقه صح. من اللعيبه يا جامد. كم باك. دلوقتي احنا كده خلصنا الابيسود كلها وهنشوف السكور وهنشوف مين اللي كسب الفاوتشر لو 10000 جنيه. طيب احنا دلوقتي معانا السكور، وبصراحه يعني انا لغايه دلوقتي ما شفتش حلقه اسخن من ديت حتى في الفاينل. فرق مش كبير بالمره. حد حاسس ان هو اعلى من الثاني في السكور؟ الاثنين جامدين قوي بصراحه. اثنين جامدين الاتنين بصراحة لا. اثنين حلوين يعني شابوه بجد. وهبه ومازن. مازن سكور بتاعه 6، وهبه 7. عاش بقى. لا بصراحه شابوه ليكم انتوا الاثنين. مرعبه جدا بسرعه بديهه وكل حاجه. لا برافو جدا والله. الفاينل بصراحه كان صعب جدا، وهبه بصراحه جامد جدا، وانا يعني كنت بحاول اعمل كل حاجه ان انا كيب اب معاه، بس للاسف انا وقعت في الراوند اللي قبلها، والفاينل كان صعب جدا جدا، وبس الحمد لله يعني طلعت فرق بوينت. بس انا كان نفسي احسن ان انا اطلع عنه هو، بس هو اللي طلع شاطر جدا وهو اللي فاز بالحلقه. بصراحه كانت تجربه جامده جدا والناس لذيذه جدا وحلقه جامده، كانت صعبه من اصعب الحلقات تقريبا ممكن تشوفيها. الفكره جامده جدا وكانت عجباني من سيزون 1. كنت عايز الحق سيزون 1 بس ما لحقتش، وان شاء الله ممكن اكون معاكم في سيزون 3 كمان. بصوا بصراحه ده امتع فاينل من سيزون 1 وسيزون 2 لحد دلوقتي. اجمد فاينل، الاثنين نوليدج قويه قوي، الاثنين كومبيتيتيف جدا. اول فاينل احضره يكون الفرق بوينت واحده، فالصراحه بجد ده كان اجمد فاينل وانا اتبسطت جدا في الحلقه النهارده. في الفاينل انا اول ما جويش جاب سيره الكلاسيكس انا خلاص ودعت الراوند كلها وقلت خلاص مازن هياخدها، بس الحمد لله عملت كومباك في بقيه الاسئله. بجد مبسوط ان انا كنت انفايتد لكومبيتيشن زي ده، ومتحمس قوي اشوف المستوى اللي هيبقى في حلقه الوحوش. كده وصلنا لنهايه الحلقه الثانيه، وبنبارك طبعا لوهبه هو اللي كسب الفاوتشر ب 10000 جنيه من ترانسبيرنسي. وانا الصراحه من اول حلقه متفائل بيك جدا 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 بجد، واتظلمت في اسئله كتير بس الحمد لله ربنا عوضك. فالف مبروك يا وهبه، الف مبروك ليك حبيبي. حبيبي. في راوند 1 مازن كان شارخ، وانا كنت متوقع ان مازن هو اللي ياخد الفاوتشر وهو اللي يكسب يوصل لفاينل. هو كده يوصل لفاينل، بس في الاخر وهبه هو اللي خدها. وهبه بقى في راوند 2 هو اللي طلعه مرعبه بصراحه، يعني لدرجه ان السكور كان بعيد قوي عن بعض. لا بس بصراحه الاداء بهرني، سواء من وهبي سواء من مازن سواء من اياد او ابراهيم طاهر. هم بصراحه كلهم جامدين قوي بصراحه. وكنت متوقع ان في اخر فاينل كان هيوصل ما بين مازن ووهبي، لان الاثنين كانوا بصراحه اجمل من بعض وفرق بوينت واحده بس يا مؤمن. فما تنساش تسيب رقمك عشان تكون من ضمن المتسابقين اللي جايين في الحلقات الجايه، وكمان تكون من ضمن حلقه الوحوش اللي هتكسب فيها 5000 جنيه كاش.